مساء الخير يا أصدقاء. رئيس الوداد النصيري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي يقضون ليلتهم الأولى بسجن عكاشة. نتائج أهم المباريات في هذا اليوم الخميس: بونو يصل إلى الكلينشيت 11 في الدوري السعودي. روشن، شادي رياض والزلزول يقدمان مباراة جميلة رفقة نادي ريال بيتيس. ريال مدريد يتصدر جدول الترتيب لا ليغا وبفارق الأهداف عن نادي جيرونا الذي ترك الصدارة بعد تعادله اليوم أمام نادي ريال بيتيس، هدف في كل شباك. أما نادي برشلونة فيحتل المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن المركز الأول في الدوري الإسباني. لفتة إنسانية مميزة لنجم الكرة الإنجليزية ونادي أرسنال بوكايو ساكا خطفت قلوب المغاربة ولاقت إعجابا كبيرا داخل الوسط الرياضي بعدما قام بمساعدة متضرري زلزال المغرب لينضاف بذلك إلى قائمة عدد من مشاهير العالم الذين قادوا وانخرطوا في مبادرات لدعم ضحايا زلزال الحوز. مؤسسة بيكاشور الخيرية قالت في بيان لها على حسابها الرسمي على منصة إكس أن ساكا تبرع ب50 وحدة سكنية متنقلة لإيواء 255 شخصا تضرروا بزلزال الحوز، مجهزة بغرف نوم وتيار كهربائي بالإضافة إلى مطبخ صغير وحمام مع مغسلة ودورة مياه. إلى جانب هذا تم تركيب شبكات واقية على نوافذ بحسب المؤسسة لتكون بمثابة حماية من السقوط في حالة حدوث المزيد من الزلزال، الشيء الذي خفف من وطأة الزلزال وما خلفه من تداعيات سلبية تسببت في هدم المباني والمساكن والمدارس مع تضرر عدد من البنيات التحتية. وكتب نجم أرسنال ساكا عن الأمر: صدمت عندما سمعت ورأيت الأخبار عن زلزال المغرب المدمر، أدركت حينها أنني أريد المساعدة حقا وبدأت في البحث عن ما يمكن فعله لمساعدة العائلات النازحة وتمكنت من الوصول بطريقة سريعة. واختتم اللاعب الأمريكي ساكا منشوره قائلا: لقد أرسلنا بسرعة حاويات لوضع سقف فوق رؤوس العائلات المشردة لإعطائهم بعض الأمل في المواقف التي يحارب خلالها الإنسان من أجل البقاء، أو عندما يفقدون أحبائهم. يجب أن يصبح الإنسان أكثر إدراكا لمعاني الحياة. وعلى خلفية الفاجعة التي عرفها المغرب شهر شتنبر الماضي، برزت قيم التضامن والتلاحم والكرم بين شعوب العالم، وكشفت محن الكارثة ووحدة المغاربة وقدرتهم على الصبر في أوقات الشدة والمحن والتعامل معها بكبرياء. وإلى هنا تنتهي أخبارنا، إلى اللقاء، مع السلامة.